يسعد لي صباحكم مستمعينا من جديد عبر الموجة 103.5 وطبعا متابعينا اللي عم يتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وياير عربي. طبعا لساتنا مستمرين معكم بفقرات عطر الصباح. لهاليوم وصلنا لفقرتنا الحوارية واللي راح تكون فيها ضيفتنا السيدة ابتسال حسن من جمعية شاوشكا. أهلا وسهلا فيكي أستاذة ابتسال حسن ببرنامج عطر الصباح. يسعد لي صباحك. يا هلا، يسعد صباحكم. صباح الورد. هلا يا هلا، تسلم. الصوت منيح سيدة ابتسال؟ ايه تمام، عم تسمعيني منيح؟ تمام. سيدة ابتسال، يا ريت لو تحكي لنا عن نشاطكم الذي تقيمونه تحت اسم صالون شاوشكا الأدبي. تمام، يسعد صباحكم. متشكركم كثير على الاستضافة. أهلا وسهلا فيكي. رح أحكي لك شوي عن جمعيتنا. بداية هي جمعية نسائية ديمقراطية مستقلة غير ربحية، تأسست على يد مجموعة من النساء بعام 2012 عفوا. طبعا صالون شاوشكا الأدبي كمان افتتح ببداية التأسيس الجمعية بعام 2012. نعم. هو مشروع ثقافي اجتماعي يهدف لتشجيع المرأة على القراءة. يعني الهدف من إقامة هكذا نشاطات وفعاليات هي أنه لا تدعموا هالمجال، أنه القراءة، تشجيع المرأة على القراءة وتشجيع القراءة بشكل عام والمرأة بشكل خاص. طيب أستاذة، ما هي نوعية الكتب المختارة للنقاش وكيف يتم اختيارها؟ هلا الصالون متخصص يعني نوعا ما متخصص بالقراءة الروايات. بنقرأ روايات، بنحدد الرواية من قبل أعضاء أو رواد الصالون، وبنقراها لمدة شهر. بعدين بنحدد يوم وبناقش هالأفكار هاي الرواية وبنسقطها على الواقع. والروايات تختلف، يعني ما بنختار فقط روايات عالمية مثلا. بنركز على الكتاب المحليين. وبنناقش أفكارها، وكتاب محليين وعرب وعالميين وبشكل عام. بحسب متابعتنا لكم تناقشون كتبا للكتاب العرب والعالميين. لماذا لا يكون هناك نقاش لنتاج كتاب المنطقة؟ بالعكس، نحن عم نركز كمان كتير على الكتاب المحليين. ناقشنا لكتير كتاب محليين مثل رواية عبد المجيد خلف، رواية إبراهيم يوسف، سيوان خليل. ناقشنا معظم الروايات الكتاب المحليين. أستاذة، كيف يعني يا ريت لو تصفي لنا الإقبال أو المشاركة بهالنشاط في ظل انعدام القراءة؟ هلا بداية انفتاح الصالون كان الإقبال كبير، لأنه عدد رواد الصالون وأعضاء الجمعية كان كبير، حوالي 150 عضو. لكن بسبب الموجات النزوح والأزمات اللي تعرضت لها البلد فتقلص العدد. الأعداد هلا بصراحة ما لها كتير كبيرة. وكمان اللي بيجوا على الصالون هن اللي قبل عندهم رغبة بالقراءة، يعني فمشان هيك نحن كمان انتبهنا لهي الناحية وعملنا مشروع للأطفال كمان بيشجع على القراءة، لأنه القراءة كتير تفتح آفاق للأطفال. والطفل مثل الورقة البيضاء، يعني إيش ما بتعلميه بيضل معه. مثل ما بيقولوا التعليم من الصغر مثل نقش على الحجر. فاللي كانوا بيجوا على الصالون هن قبل عندهم رغبة بالقراءة. فركزنا على
تنشئة الطفل قارئ، انه القارئ اليوم هو قائد الغد، و انه القراءة كتير بتوسع افاق للاطفال، مشان ينشأ عنا جيل قارئ. تمام. أستاذة ابتسال، قمتم مؤخرا بجلسات توعية في مخيم واشوكاني، من استهدفتم في تلك الجلسات وعن ماذا تمحورت؟ طبعا المشروع كان نستهدف فيه النساء والأطفال. عملنا جلسات توعية وإرشادات للوقاية من فيروس كورونا للنساء، وكيف بدهم يعلموا أطفالهم ليحموا نفسهم. كمان عملنا نشاط للأطفال، يعني كمان عرفناهم على الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا عن طريق فيلم، عن طريق الألعاب. برأيك هل تقوم منظمات المجتمع المدني بمسؤولياتها تجاه النازحين في مخيمات النزوح؟ وبرأيك هل حملات التوعية كافية لهذا الشيء؟ هلا المخيمات بشكل عام تحتاج لعناية كبيرة، يعني قد ما المنظمات بيقدموا ما بيعطوها حقها بشكل كافي. نتمنى انه كافة المنظمات تنتبه لهي الناحية، وبتحاول قدر الامكان تحدد لها برنامج او مشروع هادف تخدم المنظمات. ما هي أهم الموانع التي قد تحول دون قيام هذه المنظمات بالتوجه بتقديم الدعم والمساعدة المناسبة ضمن مخيمات؟ هل هذه الموانع هي عدم وجود الدعم المالي؟ هلا المخيم عن مخيم بيختلف حقيقة. العام الماضي رحنا على المخيم الهول، كان في معوقات أمنية، لأنه قاطنين المخيم بيختلفوا عن قاطنين المخيم مثل واشوكاني. نعم. مخيم واشوكاني المعوقات والتحديات اللي تواجهنا أكيد هي معوقات مادية. سيدة ابتسال، قام فريق جمعية شاووشكا بالتعاون مع مركز مالفا للفنون حملة لمواجهة فيروس كورونا بالرسم على الجدران. يا ريت لو تحكي لنا عن هي الحملة وشو هي المناطق يلي شملتها الحملة. هلا الحملة كانت بالتشبيك مع مركز مالفا للفنون. حقيقة كان بداية كل سنة عم نحط خطة استراتيجية أو مجموعة من البرامج والمشاريع اللي تخدم هدفنا للوصول لرؤيتنا، لكن بسبب تفشي فيروس كورونا والظروف الحالية فاضطرينا انه نغير خطتنا وبوضع مشاريع تخدم الوضع الحالي. فبعد الحجر المنزلي طبعا فريق شاوشكا قام بدفعة واندفاع وقوة ونشاط للعمل. فخططنا مع مركز مالفا للفنون انه نعمل مشروع او نرسم على الجدران رسمات تعبيرية ارشادات الوقاية من فيروس كورونا، انه تضل قدام عين الاطفال دائما يشوفوها. المدارس اللي استهدفناها هي 3 مناطق مختلفة. مدرسة الحرية بحلكو، مدرسة صقر قريش بالغربية، ومدرسة جولان بالهليلية. كنا بنتمنى انه نغطي كافة المناطق بالقامشلي وغير القامشلي، لكن ربما الامكانات المادية ما توفرت لنا. نعم. طيب سيدة ابتسال، يا ريت لو تحكي لنا عن مشاريعكم القادمة. هلا مثل ما خبرتك انه
بداية كل سنة بنحط خطة استراتيجية. لكن بسبب هاي الظروف يعني وباء كورونا اللي انتشر بالبلد، فاضطرينا انه نغير بعرض هالبرامج او بآلية تقديمها بطريقة تناسب الوضع. فبالايام القادمة وان شاء الله بقادمات الايام عنا كثير مشاريع تفيد المرأة من الناحية القانونية، من الناحية الاقتصادية كتير مهمة، ومن الناحية الاجتماعية. كلمة أخيرة لك شو بتحبي إنك تخبرينا؟ هلا نحن كجمعية، جمعية شاوشكا تهدف لتفعيل دور المرأة وبناء المرأة فكريا وثقافيا ونفسيا وتعريفها بحقوقها ومطالبتها بها. لأنه المرأة هي نصف المجتمع. وطبعا إذا هذا النصف ما كان مفعل بيكون مثل الإنسان اللي بيمشي على رجل واحدة. فهدفنا انه نفعل دور المرأة لتكون عضوة فعالة بمجتمعها، وتبدأ بمهمتها ببناء نفسها وبيتها وأطفالها لا يتعافى هالمجتمع ولا تمضي بخطى ثابتة ولتقوم بعملها جنب إلى جنب مع الرجل. شكرا لك. يا هلا مستمعينا ومتابعينا، وصلنا لنهاية فقرتنا الحوارية لهاليوم، والتي كانت فيها ضيفتنا السيدة ابتسال حسن من جمعية شاوشكا. شكرا لانضمامك معنا. وهلأ على الساعة 11 عنا موجز الأخبار باللغة العربية، ومن بعدها بنرجع لنكمل باقي فقرات عطر الصباح. استنونا.